اخواتي طلعوا ما لقوها، بتقعد قدام باب البيت تنطرهم. فاتوا سالوا وين سنوي؟ قال لهم خيي برا ظهرت. عيطوا لها ما كان يعني ما ردت، برموا ما كانوا يلاقوها. جردوا المنطقه جرد، ضلوا للساعة 3 وجوا الضوء وهن عم يبرموا عليها، ما خلوا زاوية، أكثر من مستوعبات الزبالة ما أنا بشوف فيها، ما خلوا مطرح، سطح البناية، ورا البناية، الباركينج، تحت السيارات، ما كانت تبين. أنا ما كان معي خبر، أنا كنت برات بيروت. جيت ثاني يوم فتت طلعت لقيت الماما إنه كثير تعبانة، عادة الماما مريضة يعني بس كثير تعبانة وعم تبكي، قلت لها شوفي السنوي إن امبارح عشية ظهرت وما عادت اجت. ركضت انا مثل المجنونه، قعدت ابرم ما كنت لاقي، رجعت رحت. كان صار لها قد ايه عندك؟ 6 سنين. 6 سنين. 6 سنين بس هي واحد منا، هي صغيرة البيت، يعني نحن كنا بنفوت وانا صغيرة، يعني صدقني مالك امي هلا صاخنة، انا تركت امي وجيت لعندك ضغطة 18، ما عاد تقدر تقعد بالبيت، ما فيها تشوف، ما عاد تخلينا نشيل اغراضها، يعني كثير معلقين فيها وهي كثير معلقه فينا، يعني لدرجه مالك يمكن ما مش حتى انت او العالم تستوعب انه، او ممكن تقول سنوي ما بتنويلي، سنوي بتعيط لي ماما، تخيل لوين. يمكن العالم ما تستوعب هيك. لا بس كيف تستوعب الناس انه بسينه بتعيط ماما؟ تنويتها ماما. صح. صدقني بتقلي ماما. صح. انا صدقني بحكي معها كأني عم بحكي مع بيبي، مع حدا، لدرجة انه انا اذا في شيء مضايقني ما بقدر خبره لحدا، انا بخبره لسنوي. سنوي هي بتتعاطف معي بطريقتها الخاصة، بتقعد بحضني، بتقرب علي، بتبوس لي اجري. كل الدراسات بتقول الانسان بيستمد من الحيوان شعور بالدعم وتقدير الذات، كونهم بيشعروا انهم اقوى ومحميين اكثر بوجود الحيوان معهم. مع فقدان سنوي شو اللي فقدته عليها؟ انا حاسه فقدت حياتي. سنوي كل شيء بالنسبه لإلي. ما في مش عم بقدر فوت على البيت مالك، ما عم بقدر اتقبل انه هي مش موجوده بالبيت. مش بس انا، كلنا بالبيت. مين كنا؟ حتى زوجك؟ لا، الماما، اخواتي. هي اصلا بسين انه ما بقدر اقول عنها بسينه لانه هي بنتي. هي انه عايشه مع اهلي. بس هي بسينه بالاخر يعني.